السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. الناس بقى عايزانا نعمل فيديوهات عن زيادة إنتاج البيض من غير ما تصرف ولا مليم. من كتر ما احنا عملنا فيديوهات بقى بتوفر وبتصرف 5 جنيه وجنيه واتنين جنيه وتزود إنتاج البيض يعني أسعار رخيصة جدا ومصاريف رخيصة جدا. الناس بدأت تطالب بحلقة عن زيادة إنتاج البيض من غير ما تصرف أصلا، من غير ما تدفع فلوس ومن غير ما تصرف قرش واحد أو مليم واحد. إزاي تقدر تزود إنتاج البيض؟ ده موضوعنا النهاردة. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من يوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. هي الفكرة كلها يا جماعة ان احنا محتاجين ندي عناصر غذائية للطائر من غير ما نشتريها. يعني ايه؟ يعني حضرتك علشان تزود انتاج البيض من غير ما تصرف خالص ومن غير ما تكلف نفسك اي فلوس، لازم برضو يكون في بديل عندك انت مش هتصرف عليه. يعني يكون بديل عندك انت مش بتدفع فيه فلوس. وطبعا انا مش جاي اكلمك على بواقي اكل البيت، لان بواقي اكل البيت برضو تعتبر مصاريف، خلينا صادقين. يعني يعتبر حاجة انت اديتها للطائر كنت دافع فيها فلوس وفضلت منك. هي مش مصاريف قوي، لكن برضو انا مش جاي النهاردة اشاور على بواقي اكل البيت، لكني جاي اشاور على حاجة يعني بره يعني المتوقع وبره المعهود، حاجة فعلا احنا مش بنستغلها، وهي تعتبر مش أكلة ولكنها تعتبر سلوك معين حضرتك لازم تنتهجه ولازم تركز عليه الفترة اللي جاية تحديدا وفي الأيام دي. السلوك ده هيساعدك انك تزود انتاج البيض بمنتهى السهولة، من غير ما تشتري بقى تروح تشتري بروتين زيادة، ولا تشتري فيتامينات وأملاح معدنية، ولا ألف دال تلاتة هي، ولا تروح تكلف نفسك السوق وتشتري خضروات، أو تشتري بودرة مسحوق السمك، أو تشتري كرومب اللي هو الملفوف، تمام، أو تشتري برسيم كتير. كل الحاجات دي أنت كده كده لازم تكون بتعملها، يعني ده شيء طبيعي. إنما في حاجة بقى بره الأكلات دي كلها وبتدي عناصر غذائية. يعني حاجة مش هتقدمها للطائر في العلافات او في الطبق اللي بياكلوا فيه، لا، حاجة مش هتدخل عن طريق المنقار بتاعهم ومش هتدخل عن طريق معدتهم وبعد كده تمتص وتتحول الى فايدة تمشي في الدم وانتاج بقى وكل الكلام ده. هي عناصر غذائية فعلا، لكن بتدخل على جسم الطائر بشكل مباشر. هنزود انتاج البيض النهاردة بالهبة الربانية وبالعطية الإلهية، وهي الشمس. لكن تحديدا مش الشمس تحديدا، يعني علشان أكون صادق معاك، هو سلوك هنعمله تجاه الشمس ومع الشمس، ويخص التهوية ويخص الشمس وتشميس الطيور وحاجات كتيرة جدا لازم ناخد بالنا منها الفترة اللي جاية علشان نزود انتاج البيض، وهشرح لك بالتفصيل. كلنا عارفين ان الشمس بتاعت الشتاء اصلا مش بتطول، يعني هي بتزورنا كام ساعة كده بالنهار وبعد كده بتمشي. وساعات كمان الساعات بتاعت النهار دي اللي هي بتزورنا فيها بتبقى مغيمة وبيبقى في مطر في السحاب، والسحاب مش راضي يمشي غير لما يسيح ويتحول إلى مطر علشان يفتح طريق للشمس وتبص علينا وتطل علينا. فالشمس اللي بتزورنا شوية صغيرين دول احنا ما ينفعش نسيبها كده. ده العالم من غيرها هيبقى كتلة تلج، هيبقى جليد فقط، مش هيبقى فيه اي حاجة. فتخيل الطيور بتاعتك كده الشمس طلع عليهم وانت قافل عليهم في العشة، هيتضروا ولا مش هيتضروا؟ طبعا، ده هم بيدوروا على حتة شمس صغيرة، حتة شمس صغيرة يتمشوا فيها ياخدوا الفايدة اللي فيها. طيب، هل في عناصر غذائية في الشمس؟ طبعا، طبعا قولا واحدا في عناصر غذائيه في الشمس. والحلاوه بقى بتاعه العناصر الغذائيه اللي هو يعني خصوصا فيتامين د، كالسيوم، الحاجات دي كلها، ان هو ده مش بيحتاج يدخل المعده ويتهضم ويمتص ويتحول لدم ويمشي في العروق يتحول لفايده يزود الانتاج، لا،
الشمس بتتسلط على جسم الطائر بشكل مباشر وسريع جدا. الموضوع بيتحول إلى فايدة أسرع بكتير جدا من الأكل والامتصاص والكلام ده كله. لكن أنا مش جاي أكلمك على الشمس تحديدا، أنا جاي أكلمك على فكرة إنك لازم تفتح السكة للطيور، تفتح المكان للطيور، ما تخليهمش محبوسين. ما تخليهمش محبوسين. الحبسة في الشتاء وقلة الحركة في الشتاء وعدم التشميس في الشتاء، كل الحاجات دي بتؤدي إلى كارثة اسمها كارثة السمنة وانقلاب الرحم وانقطاع البيض. المشكلة الأكثر شيوعا بين كل المربيين بيعانوا كلهم منها دلوقتي. روح لأي مربي بيعاني من قطع البيض هتلاقيه بسبب إيه؟ بسبب إن الفراخ عندها سمنة وعندها انقلاب رحم وفي مخرج البيض اتسد. خلاص، ده السبب الشائع والمنتشر. فعلشان تعالج السبب ده، الموضوع مش محتاج صرف فلوس والله، ده بل بالعكس، الموضوع محتاج توفير. الموضوع محتاج انك ما تصرفش اصلا. الموضوع محتاج انك تدي الطيور بتاعتك الاكل اللي على قدهم، اللي هيفيدهم وما يضرهمش، وفي نفس الوقت تطلعهم في الشمس، تمشيهم في مكان واسع، تخليهم يتحركوا، مش يتكرمشوا على بعض كده ويقعدوا يدفوا بعض. لا، لازم تخليهم في النهار يتشمسوا وياخدوا جرعة الشمس بتاعتهم، وما تدخلهمش العشة خالص غير لما يبقى الجو برد، اللي هو تحميهم من الهواء البارد. ولو ما عندكش عشة لازم تحميهم عن طريق اي ضروة كده او اي خشبة مايلة على الحيطان، علشان الهواء المباشر ده ما يخبطش فيهم وهم يعرفوا يستخبوا وراها. او اي مثلا ايه حاجة كده، المكان اللي بيبيضوا فيه ممكن تحط قدامه خشبة مايلة علشان يدخلوا في المكان ده ويباتوا فيه. تمام. ما ينفعش الفراخ تبات في البرد، ما ينفعش الفراخ تبات في البرد ده من غير ما تحميها من الهواء المباشر. فالمهم ان انا فكرة النهاردة تتعلق بالتوفير يا جماعة. التوفير ساعات بيكون مفيد، بيزود انتاج البيض. انك اصلا ما تصرفش فلوس ده ممكن يزود انتاج البيض. ازاي؟ عن طريق انك تقدم الاكل المناسب بس، وتقدم كميات على قد الطيور، وتقدم عناصر غذائية معينة ما اعتقدش ان هي مكلفة، وفي نفس ذات الوقت حضرتك تستفيد بالشمس. فيتامين د اللي فيها الرباني اللي هو مش هتدفع فيه حاجة، مش هتدفع فيه اي حاجة، ربنا يديمه علينا. الشمس دي والتهوية او ان هم يخرجوا في الشمس ويتحركوا، مش يقعدوا جوه العشة، كل الحاجات دي حاجات بتزود انتاج البيض من غير ما تصرف، من غير ما حضرتك تتكلف بأي شكل. في حاجات تانية غير الشمس وغير ان هم يتحركوا ويتفسحوا. اه طبعا في حاجات كتيرة جدا المفروض انك تزود بيها انتاج البيض من غير ما تصرف عليها فلوس. لكن طبعا ده ممكن نشوفه في حلقات تانية بالتفصيل، علشان ما اطولش على حضرتك، وعلشان خلاص كده ايه ميعاد الحلقة انتهى. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.